أهلا بيكم. لو لسه بتسلقي المكرونة لوحدها والعدس لوحده يبقى الفيديو ده ليك. النهاردة هنحضر طريقة عمل كشري الحلة الواحدة، الحل العبقري للأكلة المنقذة في نص الأسبوع. هنعرف إزاي نطلع الرز والعدس والمكرونة مستويين صح من غير ما يعجنوا، ونعمل صلصة الكشري المشطشطة الخطيرة دي، ونعمل دقة الخل والثوم اللي بتجيب لآخر الشارع. ولو أول مرة تشوفونا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم. يلا بينا نعمل أحلى كشري مع بعض. أول حاجة معايا كوباية عدس، مسكتها غسلتها كويس وحطيت عليها كوبايتين مية مغلية، وحطيت عليها معلقة كمون صغيرة، وحطيت عليها نص معلقة ملح، وسبتها كده حوالي نص ساعة. معانا دلوقتي 2 بصلة، جبت البصلتين وقطعتهم بصوا جوانح بالطريقة دي، رفيعة بالطريقة دي، ودي خطوة مهمة جدا. وحطيت عليها معلقة نشا وقلبتها بالطريقة دي، وهركنها دلوقتي على جنب. معايا دلوقتي نص كوباية زيت، ودي اللي هعمل عليها كل الكشري، هنسوي بيها كل كشري الحلة الواحدة. هنسيبه دلوقتي يغلي بالطريقة دي، ولازم الخطوة دي مهمة. أول ما يغلي معانا هننزل بنص كمية البصل، ما تنزليش بالكمية كلها عشان ما يبردش معاكي الزيت ويفصل معاكي. هنبتدي نقلي نص الكمية بالطريقة دي، هيطلع معانا مقرمش وخطير وفي منتهى الجمال. هتمسكيه كده بالراحة تقلبيه، شايفين يا جماعة لونه عامل ازاي؟ طبعا هيستوي معاكي بمنتهى السهولة. احنا مقطعين البصلاية رفيعة جدا، ودي خطوة مهمة. اهو في ثواني هتلاقيه اتحمر معاكي وهيديكي قرمشه خطير. ما تخليش البصلايه تخينه، ليه؟ لو خليتيها تخينه شويه لا هتطرى معاكي وهتبقى مش حلو. هنبتدي بقى نحمرها بالطريقه دي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. قلبي كده واحده واحده، هتعملي كشري خطير وفي منتهى الجمال. وطبعا كلنا بنروح المحلات وبنشوف الورد دوت بالطريقه دي، شايفين شكله عامل ازاي؟ جميل وخطير. بس حاولي ما تغمقوش، يا دوبت ياخد لون كده بالطريقه دي. ليه؟ لان احنا بنحطه جنبنا مناديل مطبخ، وطبعا بيكمل سواه معانا. بتلاقي لونه بقى ابتدى ايه، يغمق شويه، واداكي القرمشه الخطيره والجمال اللي احنا بنشوفه في طبق الكشري اللي بنشتريه من بره. اعمليه في البيت باقل التكاليف، هتعمليه احلى بكتير من بره. وطبعا حاطين الزيت، شايفين شكله عامل ازاي؟ انت مش عارفه بره بيكون الزيت شكله عامل ازاي. هتشيلي بقى الكميه دي كلها الاولانيه ديت، ونبتدي ننزل ببقيه نص الكميه التانيه بالطريقه دي، ونحمرها بنفس الطريقه. شايفين؟ واحده واحده كده، وما تنزليش بيهم كلهم مره واحده. شايفين ما شاء الله عملنا كميه قد ايه ومقرمش وخطير؟ شوفوا شكله خد اللون ازاي، لون جميل، ما يتخلوهوش يغمق معاكي بالطريقه دي. جميل وخطير ومقرمش في منتهى الجمال. جبنا دلوقتي حله، وهننزل دلوقتي بجزء من الزيت اللي احنا محمرين فيه البصل، بس طبعا جزء اكبر، وهنسيب جزء ان احنا هنعمل بيه الدقة وهنعمل بيه الصلصة. بعد ما نزلنا بيه كده هننزل دلوقتي معانا نص كوباية شعرية، الشعرية اللي بنعمل بيها الرز عادي. نبتدي بقى نشوحها مع بعض كده لحد ما تحمر معانا، بالظبط زي ما تكوني بتعملي رز بشعرية. قلبي بقى كده كويس لحد ما تحمر معانا. امشي على الخطوات هتطلعي النتيجة زي الفل، كشري مفلفل وحاجة في منتهى الروعة. بس لازم تمشي على الخطوات كده. الشعرية لازم تاخد لون يا جماعة، هنفضل نقلب فيها بالطريقة دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خدت معانا لون اصفر فاتح كده. معانا دلوقتي كوباية رز غسلينها، ونبتدي ننزل بيها ونبتدي نشوح بقى الرز بالشعرية كويس جدا لحد ما الرز تحسي انك ابتدى يصفر معانا بسيط كده. قلبي بقى بالطريقة دي. جميل وخطير وفي منتهى الروعة، وسهل جدا ومقاديره موجودة في كل بيت، وحاجة في منتهى الجمال. هنبتدي بقى نشوح بقى بالطريقة دي لحد ما ياخد معانا لون بسيط خالص، عشان يطلع معانا الكشري فاتح كده وطعمه في منتهى الجمال. شايفين؟ بالطريقة دي ما تمليش، وبالراحة واحدة واحدة كده هتعملي أحلى كشري في الدنيا. كشري الحلة واحدة بدل ما تعملي كذا حلة بقى، تسلقي المكرونة في حلة والعدس في حلة. لا، اعملي كده كله مرة واحدة، صدقيني هيطلع طعمه خطير وفي منتهى الجمال. التشويحة دي بتدي طعم خطير للكشري، تخليه مفلفل معانا وطعمه جميل جدا يا جماعة. نبتدي دلوقتي معانا نص كوباية مكرونة المرمرية الصغيرة دي، تقدري تعملي أي نوع انت بتحبيه وأي حجم انت عاوزاه. نبتدي بقى برضو نشوحه بنفس الطريقة
لحد ما يبتدي برضو معانا ايه، يسخن جدا معانا. ودي خطوة مهمة جدا. واحدة واحدة كل الخطوات، وكل ما تنزلي مقدار من المقادير دي تبدأي تشوحيها بالطريقة دي. شايفين خد معانا لون ازاي؟ لون بسيط خالص خالص، يا دوبك تصفري كده. هننزل دلوقتي بنص كوباية مكرونة اسباجيتي. هتاخدي كبشة كده وتبدأي تقطعيها نصين، ما تزوديش عن كده. يعني حاولي تخليها نصين وما تزوديش عن الكمية دي. نص كوباية مكرونة اسباجيتي، تشويحة خفيفة. ودلوقتي هننزل دلوقتي بالعدس اللي احنا كنا ناقعينه في مية سخنة. شايفين شكله عامل ازاي؟ امشي على الخطوات هتطلعي احلى كشري هتاكليه في الدنيا بحالها. دلوقتي معانا معلقة كمون، ومعانا مرقة دجاج، ومعانا دلوقتي نص معلقة صغيرة ملح. نبتدي ننزل بالمكونات دي. طبعا حطينا نص معلقة ملح بس عشان مرقة الدجاج بتكون حادقة شوية، فخلي بالك وانت بتحطي مرقة دجاج على اي اكل ما تزوديش في الملح، هيديكي نتيجة في منتهى الجمال. قلبي بقى كده على خفيف كده بالطريقة دي. وطبعا دلوقتي احنا بنغلي المية. هننزل دلوقتي بالمية المغلية. معانا 4 كوبايات مية مغلية بالطريقة دي. خلي كده الشعرية بتكون على الوش كده شكلها جميل اهي. بس اهم حاجة تغطي الكشري بالمية بالطريقة دي. طبعا دلوقتي احنا هنسيبه على البوتاجاز، هيقعد معانا حوالي تلت ساعة. اول 5 دقايق على نار عالية، وبعد كده هتهدي النار عليه وتسيبيه لما يستوي براحته. واول ما يستوي معاكي بتكشفي الحلة شوية. ودي خطوة مهمة، أول ما يستوي تواربي الحلة كده عشان ما يعجنش معاكي ويكمل سوا. شايفين شكله عامل ازاي؟ مفلفل وخطير وحاجة في منتهى الجمال. جربوه مش هتندموا، وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالع مفلفل وطعمه في منتهى الروعة. يلا بينا مع بعض نعمل صلصة الكشري. جبت طاسة كده أو حلة زي ما انت عاوزة. هننزل بجزء من الزيت اللي حمرنا فيه البصل، اللي ادانا طعم البصل الخطير وهيخلي طعم الكشري في منتهى الجمال. هننزل دلوقتي بحوالي 10 فصوص توم مفرومين، تدقيهم براحتك. حاجة جميلة وفي منتهى الجمال. قلبي بقى بالطريقة دي لحد ما التوم يبتدي ريحته تطلع وبرده يصفر معانا. حاولي ما تخليش الحاجة تحمر معاكي او تغمقها عشان ما تمررش معاكي، وفي نفس الوقت تخلي طعم الكشري مسكر وجميل. معانا دلوقتي معلقة صغيرة كزبرة، نزلنا بيها كده تتشوح مع التومة. ومعانا دلوقتي معلقة صلصة هننزل بيها فوق التومة، ونبتدي نقلب كده لحد ما تتحمص معانا التومة مع معلقة الصلصة. وفي نفس الوقت هتديكي لون خطير جدا لصلصة الكشري. قلبي كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تفضلي تقلبي لحد ما تدوب معاكي بالطريقة دي. واحدة واحدة كده اهوت، وامشي على الخطوات زي ما اتفقنا. هننزل دلوقتي مع بعض بربع كوباية خل. التشة الحلوة دي الريحة بقى في منتهى الروعة. قلبي بقى كده قلبتين. شايفين لونها عامل ازاي؟ هتدي لون للصلصة في منتهى الجمال. قلبي بالطريقة دي. انا بشرح واحدة واحدة عشان في ناس لسه مبتدئين ما بيعرفوش يعملوا الكشري. واحدة واحدة كده هتمشي على الخطوات، هتطلعي نتيجة جميلة في منتهى الجمال. معانا دلوقتي معلقة صغيرة كمون، ومعانا معلقة صغيرة بابريكا، ومعانا دلوقتي نص معلقة ملح نزلت بيهم. ونقلب بقى الجمال والعظمة دي. نتيجة في منتهى الجمال. قلبي كده اهوت. وننزل دلوقتي معانا بعصير لتر طماطم. هتجيبي كيلو تغسليه وتضربيه في الخلاط، هيديكي النتيجة دي. بس صفيه أفضل عشان ما يبقاش فيه أي قشر خالص. قلبي بقى الجمال والعظمة دي، وهنسيبها بقى مع بعض كده هتتسبك بالطريقة دي. شايفين لونها دلوقتي عامل ازاي؟ معلقة الصلصة هيخلي لونها في منتهى الجمال. سر بقى خطير، هتنزلي بنص معلقة سكر، وده السر اللي بيخلي الصلصة طعمها في منتهى الجمال، وفي نفس الوقت بيعادل الحموضه. مش هتحسي باي حموضه خالص. شايفين دلوقتي طلع على الوش الزيت، سبكت معانا في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي مع بعض نعمل الشطه اللي بتتحط على الكشري. هننزل ب3 معالق زيت من اللي احنا محمرين فيه البصل، وهننزل عليهم ب3 معالق شطه حمراء بتجيبيها من عند العطار. ونبتدي دلوقتي مع بعض نقلب بقى الشطه مع الزيت. دي خطيره وفي منتهى الجمال. لما بتيجي تشتري الكشري من بره بتدوري على الشطه، هي الطريقه دي. نقلب بقى كده بالطريقه دي. وهننزل دلوقتي بنص كوبايه عصير طماطم او عصير قوطه زي ما بتسموه، ونقلب بقى بالطريقه دي. ونسيبها بقى كده ثواني. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اهي دي الشطه اللي بنجيبها من بره في منتهى الجمال. سهله وخطيره وعملناها في ثواني، ما خدتش مننا وقت خالص. اهي شايفين شكلها عامل ازاي؟
تقدري تزوديها شويه ميه سخنه براحتك زي ما انت عاوزه. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي وريحتها وطعمها مولعين. الحمد لله. نزلنا دلوقتي بمعلقتين زيت من اللي احنا محمرين فيه البصل بالطريقه دي، وهننزل عليهم ب5 فصوص توم كبار بالطريقه دي. ونبتدي بقى ايه دلوقتي مع بعض هنشوح فيه التوم. قلبيه كده اهوت. طبعا التومه دي ما بتاخدش معانا لون، يا دوبت كده ريحتها تطلع بس. قلبي كده بالراحه. احلى كشري هتعمليه وخطير وفي منتهى الجمال. انت حاسه ان مقاديره كتير؟ لا يا جماعه، بيتهيأ لكم كل حاجه بنعملها ما بتاخدش 3 4 دقايق، غير الصلصه بقى اللي سيبناها شويه بالطريقه دي. شايفين؟ هنبتدي ننزل عليهم دلوقتي بقرن فلفل حامي اخضر، وده اختياري، حبيتي تحطيه براحتك، ما حبيتيش تحطيه وتكتفي بالشطه اللي احنا عاملينها قبل كده مفيش اي مشكله خالص. بس فعلا الفلفل الحامي ده بيديكي طعم في منتهى الجمال. قلبيه كده مع التومه. شايفين شكله عامل ازاي؟ جميل وخطير وفي منتهى الجمال. قلبيه بالطريقه دي. جميل وخطير واحلى كشري هتاكليه. بس امشي على الخطوات بالطريقه دي اهي. نشوح كده واحده واحده. ونبتدي دلوقتي هننزل بمعلقه كمون ومعلقه كزبره صغيرين، ونبتدي نشوح كده لحد ما تطلع ريحه الكمون كده وريحه الفلفل ومع ريحه الكزبره الناشفه. ميكس في منتهى الجمال. قلبي كده بالطريقه دي. طبعا كل ده بقى هنبتدي مع بعض دلوقتي. انا نص كوبايه خل، ودي خطوه مهمه جدا يا جماعه عشان تعملي احلى دقه. الخل بقى يغلي غلوه كده بالطريقه دي. شايفين شكله عامل ازاي؟ جربي الطريقه وقولوا لي ايه رايك فيها. صدقوني مش هتندموا. هننزل دلوقتي بكوبايه ميه، ودي احلى دقه هتاكليها بالطريقه دي. هنسيبهم بقى كده يغلوا غلوتين بالطريقه دي. معانا دلوقتي عصير ليمونتين، هيديكي طعمه في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. ودي احلى دقه عملناها يا جماعه. وهننزل دلوقتي برشه ملح حوالي ربع معلقه بس. قلبي بقى بالطريقه دي وكلي بقى احلى كشري هتاكليه في حياتك. دي الدقه الخطيره اللي احنا بنجيبها من المحلات وبنشوفها في الازايز اياها دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يلا اعملوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. يلا بينا دلوقتي مع بعض نغرف احلى كشري هتاكليه في حياتك وهو سخن كده ومفلفل. حاجه جميله وفي منتهى الروعه. واحده واحده كده. شايفين شكله عامل ازاي يا جماعه؟ مفلفل ولا معجن ومعانا زي الفل. هننزل دلوقتي بالصلصه الخطيره دي. شكلي بقى الاشكال الحلوه اللي انت عاوزاها. شايفين الصلصه يا جماعه تقيله معانا وفي منتهى الروعه. واوعي تنسي معلقه السكر عشان الحموضه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تقيله وخطيره وفي منتهى الجمال وشكل الكشري يفتح النفس. ننزل بقى كده بالدقه الجميله ديت. ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. حاولي بقى اللي عاوز شطه بزياده اديله حاجه في منتهى الجمال. زودي في الطبق الشطه. صدقيني بيبقى طعمه خرافه في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. اطعم بكتير جدا وارخص ما تشتريه من بره. وكل مكوناته موجوده في البيت. شويه رز وشويه عدس هتعملي احلى كشري. يلا انزلي بقى بالورد الجميل دوت اللي احنا بندور عليه في المحلات. شايفين عاملينه ازاي؟ ولا دي بالمعانه ولا طيري عشان احنا عاملينه بالنشا. اعمليه بالطريقه دي. حاجة جميلة وفي منتهى الجمال. شايفين شكل الطبق عامل ازاي؟ بيتكلم عن نفسه. وبكده نكون عملنا أحلى وأسرع طبق كشري حلة واحدة. مفيش مواعين مفيش مجهود. والطعم بجد هيصدمكم. جربوه وقولوا لي في التعليقات. هل لسه مقتنعين بفكرة العشر حلل ولا هتعتمدوا الطريقة دي؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كل جديد في مطبخنا وبالهنا والشفا.